تعالوا اقول لكم طريقتي في تنظيف الخشب بتاع المطبخ او اي خشب عموما. انا بجيب معلقه كبيره من صودا الخبز او بيكربونات الصوديوم وبنزل عليها بنص فنجان من خل الطعام، بقلبهم مع بعض كويس وبيحصل فوران، وده طبيعي نتيجه تفاعل المكونين دول مع بعض. بعد كده بجيب معلقتين كبار من الصابون السائل، اي نوع صابون سائل متوفر عند حضرتك. عاملين مع بعض على القناه اكتر من 35 نوع للصابون السائل. انا جيت احط معلقتين في شويه كده دلو، بس عادي مفيش اي مشكله خالص. بعد كده بكمل بقيه البخاخ بتاعي ميه وبرج كويس جدا جدا، وباخد بقى الخلطه دي وبنضف بيها كل حاجه تتخيلوها، سواء الخشب بتاع المطبخ او اي خشب موجود في الشقه. كمان الرخامات بتاعه المطبخ والاحواض والبوتاجازات باخد منها شويه بحطهم على ميه مسح الارضيات، بنضف الميكروويف والتلاجة، وكمان امنه تماما على بشرتي. وبالنسبه للناس اللي عندها مشاكل في التنفس مفيش منها اي خطوره. طبعا لو في دهون بقى هضطر استخدم نفس الخلطه دي ولكن بليفه مش بفوطه. جربوا الخلطه هتعجبكم جدا.